السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى متابعين. النهاردة وزي كل مرة وصفة سهلة سريعة بسيطة. النهاردة هنعمل مع بعض الكاليماري محشي، اللي هو الكاليماري القراطيس. هنعمله بطريقة حلوة جدا يا جماعة، والخلطة بتاعته هتبقى مختلفة وحلوة قوي. نقول بسم الله. احنا عندنا هنا الكاليماري القراطيس ديت يا جماعة، من احلى المأكولات البحرية، حلوة جدا وجميلة جدا في اكلها. طريقة تنظيفها بردك حاجة سهلة جدا وسريعة وبسيطة، وما بتاخدش منك ولا وقت ولا مجهود. بس اهم حاجة لازم نتأكد من النظافة، لازم تبقى كويسة جدا جدا. هنا نقول بسم الله. احنا عندنا هنا كده الكاليماري يا جماعة القراطيس، الحجم المتوسط ده انسب حجم للحشو. تنظيفه هيبقى سهل جدا وبسيط جدا زي كده بالظبط. كل الحكاية ان احنا هناخد الزعانف اللي هي موجودة هنا ديت يا جماعة، بنشيلها كده. مفيش ابسط ولا اسهل من كده اهي. كده شلت الزعانف دي، والزعانف دي يا جماعة مش بتترمي. هقول لكم دلوقتي حالا هنعمل بيها ايه. وبعد كده هناخد، بصوا الطريقة سهلة جدا اهو يا جماعة، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. كده وبعد كده هشد الراس ديت، لازم اتأكد ان هي جاية من الاخر خالص اهي يا جماعة. اطلعها كده كلها بالشكل ده اهو. ده كده كل اللي في قلب الكاليماري من جوه، هطلعه كده بالراحة خالص، هيبقى بالشكل ده. وبعد كده هطلع العضمايه بتاعته اهي يا جماعة. هعمل كده بس انا هضغط من الاخر اهي، بالراحة خالص هضغط من الاخر لغاية لما اطلع العضمايه بتاعته اهي يا جماعة، بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة جدا، ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة. وبعد كده طلعت العضمايه بتاعته هيبقى اهي. وبعد كده ببتدي اغسله بالخل والملح والليمون من جوه كويس جدا، وابتدي انضفه من جوه كويس. ولازم اعمل الحركة ديت عشان اتأكد اني منزلة كل حاجة، الحبر بتاعه كل حاجة من جوه. وواحدة اهي تاني، انا همسك بس الزعانف دي من هنا كده اهي يا جماعة، الزعانف من هنا، وهبتدي اشيلها بالشكل ده اهو. وهدخل ايدي هنا كده اهوت، هلاقيها هي لوحدها، انا مش هتعب فيها ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة اهو. هتعب كده خلاص كده، وهتأكد ان دي اطلعها كده من الاخر عشان ابقى متأكدة اني مفيش حاجة جوه خالص. طلعتها كلها بالشكل ده، وهضغط من الاخر من هنا على عضمايه بالشكل دوت، وهبتدي اسحبها بالراحة خالص اهي يا جماعة. العضمايه بتاعت الكاليماري وبكده هشطفها، والراس هتتنضف وهقطعها، وهنعمل بيها الحشو اللي هنحشيه جوه الكاليماري. هيبقى كده يا جماعة بعد ما تنضف شكله كده حلو جميل جدا وابيض بالشكل دوت. وهنا يا جماعة عندنا الراس بتاعت الكاليماري قطعناها، وهنعمل بيها خلطة الرز بتاعتنا. اي حاجة عندك بواقي يا جماعة ما ترميهاش، هتستغليها في اي وقت. يعني انا دوت كان عندي بواقي الصبيط والراس بتاعت الكاليماري وكام واحدة جمبري، هستغلهم وهعمل دلوقتي الرز بيهم. وهنحشي الكاليماري مع بعض بخلطة الرز، هنعملها دلوقتي مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. وفي نفس الوقت هنحشي الكاليماري بيها، وهنستعمل الرز في اي وجبة مع السمك. مفيش اي مشكلة، مش هيقول لا. هنا يا جماعة عندي حلة فاضية، وحطيت فيها حوالي معلقتين من الزيت. هنزل بعد كده بمعلقة من البصل المفروم
وعليهم على طول معلقة صغيرة من الثوم، وهبتدي اقلبهم لحد ما يحمروا معايا كده يا جماعه. مش محتاجاهم مستويين قوي، انا محتاجاهم متحمرين، اللي هو اللون الاصفر بس كده يا دوبك يدوبوا. وفي المرحله دي يا جماعه خلاص، اول ما البصله او الثوم كده ابتدى يحمر معايا، هبتدي انزل بالكاليماري والجمبري اي بواقي عندك ممكن تستعمليها، مش هتقفي عند حاجه، كل حاجه ممكن تشغليها. هيبقى بالشكل دوت كده. دي الراس يا جماعه بتاعه الكاليماري والصبيط وكم واحده كده جمبري، قلنا نستغلهم بحيث ان هم يطلعوا لنا الرز اللي احنا هنحشي بيه الكاليماري، وفي نفس الوقت هيبقى رز ممكن تستعمليه مع السمك، مفيش اي مشكله. هيبقى بالشكل ده كده يا جماعه. هنديله بس تشويحه كده صغيره. هيبقى كده يا جماعه تشويحه كده بس بسيطه. وبعد كده هبتدي انزل بالرز اللي عندي بالشكل دوت. وبعد كده هبتدي بقى اقلب. لازم طعم الحاجات الحلوه دي كلها يخش في الرز يا جماعه، عشان اتاكد ان الرز بتاعي خد كل طعم الحاجات الحلوه اللي موجوده فيه دوت. هيبقى بالشكل ده. هيبقى كده يا جماعه بعد ما اديته تقليبه كده بسيطه، هبتدي بقى اضيف البهارات اللي هبهر بيها السمك الرز. هقول كده بسم الله. عندي معلقه من بهارات السمك، وعندي نص معلقه بس يا جماعه من الكركم، و ذره بسيطه جدا جدا من بودره الزعفران. طبعا هتدي لون حلو جدا للرز دوت يا جماعه. وعندي هنا الملح، عندي معلقه ملح ومعلقه من الكمون، وعندي ربع معلقه بس من البابريكا. وهبتدي بقى اقلب تاني واخلي الرز ياخد كل البهارات الحلوه اللي احنا ضفناها ديت. هيبقى بالشكل ده. طبعا البهارات دي هتديله طعم ولون حلو جدا يا جماعه. وفي المرحله دي خلاص بعد ما اتاكدت ان انا قلبت الرز بتاعي كويس جدا، واللون بتاعه بصراحه بقى جميل جدا وريحته حلوه قوي يا جماعه. هيبقى كده بالشكل ده. هبتدي بقى اضيف الميه بتاعتي. وفي المرحله دي يا جماعه احنا الرز دوت هناخد منه اللي احنا هنحشي بيه الكاليماري، يبقى نص سوا، وهناخد الكميه اللي احنا عايزينه، والباقي طبعا انا هظبط الميه بتاعته. ونص سوا هاخد الكميه اللي انا هحشي بيها الكاليماري، والباقي هخليه يكمل سواه عادي. يبقى كده عملنا رز ممكن نستفاد بيه مع اي وجبه سمك، وفي نفس الوقت خدنا منه الكميه اللي احنا ممكن نحشيها نحشي بيها الكاليماري. هيبقى كده يا جماعه الرز بعد ما دخل خلاص نص سوا، هيبقى بالشكل ده. وهنا عندي الكاليماري نضيف ومغسول وزي الفل. هبتدي بقى احشي بالشكل دوت. ولازم يا جماعه الحشو يبقى لنص الكاليماري، يعني مش لازم املاها على الاخر، علشان الرز عندي هنا نص سوا هيكمل سواه في قلب الكاليماري. هيبقى بالشكل دوت. اتاكد بس ان هو دخل لجوه، واكمل تاني لحد نص الكاليماري بس يا جماعه، مش اكتر، علشان ما يطلعش منك. ده نفس فكره ان انت بتحشي الحمام بالشكل دوت. هيبقى كده يا جماعه. وفي الاخر خالص هجيب
هجيب خلة، وعلشان بس اتأكد ان هو مفيش حاجة هتطلع هبتدي اقفل كده بقى بالخلة من فوق بالشكل ده. وهيبقى ده كده عندي الكاليماري بعد ما حشيته بالرز وبالجمبري، هيبقى بالشكل دوت. هاخده كده على طول وهسلقه، وبعد كده هقول لكم هنعمل فيه ايه. هيبقى كده يا جماعه بعد ما اتسلق خلاص وطلعناه، هيبقى شكله كده حاجه جميله جدا. والرز من جوه طعمه وريحته ملهاش حل بصراحه والله يا جماعه. عن تجربه الوصفه دي حلوه جدا وقيمه غذائيه عاليه قوي، وان شاء الله لما تجربيها بطريقتي هتعجبك وهتعجب كل افراد اسرتك ان شاء الله. وهنا انا عندي عملت زي ضربت طماطم في الخلاط وحطيت فيها نفس البهارات اللي انا عملت بيها الرز، وسبتها لحد ما اتسبكت وبقى ده الشكل بتاعها. هاخد الصلصه بتاعتنا ديت كده وهنزل على الكاليماري بتاعنا، هيبقى بالشكل ده اهو كده يا جماعه. اتاكد ان هيبقى ده هو الكفر بتاعنا او الصوص اللي هو هيكمل سوى الكاليماري. هو طبعا اوريدي كل حاجه مستويه، بس طبعا لو استوى كمان في الصوص دوت هيدي طعم، وطبعا مذاق هيبقى احلى كمان. من في ناس ممكن تعمله ان هي بتدهن بس كده سمنه او زيت وبعد كده بتدخله الفرن ياخد وش وخلاص. اما بصراحه بطريقه صوص الطماطم ديت تضيفي فيها كل البهارات اللي احنا حطيناها، بهارات السمك والكمون والحاجات الحلوه دي كلها، وهيبقى ده كده شكله. هدخله الفرن يكمل سواه والوش بتاعه يحمر. وده كده يا جماعة هيبقى الشكل النهائي بعد ما خرج الكاليماري من الفرن. وده الرز اللي احنا عملنا بيه الحشوة من جوه، ممكن نستفاد بيه في اي اكلة سمك جنبه مفيش اي مشكلة. وهيبقى دي كانت وصفتنا الكاليماري المحشي بخلطة الرز الحلوة جدا. واستغلينا الراس نقطعها ونحشي بيها، يبقى وفرنا وعملنا حاجة تكون كويسة وقيمة غذائية عالية جدا. يا ريت النهاردة وصفتي تكون عجبتكم، واللي وصل معايا الفيديو لحد دلوقتي واستفاد يا ريت يشير الفيديو عشان الكل يستفاد. واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلوا مننا كل جديد. كل وصفاتنا سهلة وسريعة وبسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.